هذا التقارير إعلامية أن السلطات الجزائرية منعت بعثة نادي نهضة بركان من مغادرة مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائر بسبب أقمصة النادي التي تحمل خريطة المملكة المغربية. وحسب المعطيات المتوفرة لحدود اللحظة فالسلطات الجزائرية لم ترخص لبعثة ممثل الكرة المغربية الوحيد في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لمغادرة المطار والتوجه نحو فندق الإقامة. ومن المنتظر أن يواجه نهضة بركان الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في المسابقات القارية نادي اتحاد العاصمة برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا من الرباط أنس إيزم المنخرط في نادي نهضة بركان. أنس، أهلا بك. تحية لك صديقي وتحية للزملاء. أنس، ما هي آخر المعطيات حول توقيف ومنع بعثة نهضة بركان من مغادرة مطار هواري بومدين بسبب خريطة المملكة المغربية، وهل من تفاصيل جديدة حول الموضوع؟ بكل صراحة احنا تفاجئنا لا كمنخرطين ولا كمشجعين ديال فريق النهضة البركانية، لأن اليوم بحد الساعة هذه بالذات فريق النهضة البركانية لازال كما نقولوا ممكن نقولوا بنا محتجزين في مطار هواري بومدين بخصوص الخريطة ديال المملكة المغربية، اللي هو حق شيء عادي تكون الخريطه ديال المملكه المغربيه في اي قميص ديال اي فريق، لكن الفريق ممنوع باش يخرج من المطار، محتاج لحد الساعه ما كاين حتى شي رد ولا شي حل باش يعني يتم الخروج ديال الفريق. اما بكل صراحه شيء مؤسف من بكل صراحه شيء مؤسف، والله العظيم لا شيء مؤسف. كل مره الجزائر كتحاول تدخل كل ما هو سياسي في رياضي وتسيء الكرة الإفريقية خصوصا. أنس إيزم، شكرا لك، كنت معنا من مدينة محسومة. احنا مسلمين محسومة تعملوا فينا هادشي هذا، محسومة عيب عليكم. اليوم احنا مظلمين كتعملوا فينا هادشي هذا، عيب عليكم. ولا عيب عليكم.